الساعة 4:15 والفريك لسه منقوع، الملوخية ما اتخرطتش والفرخة لسه ما اتغسلتش. المية دي مش مية انا نقع فيها الفراخ انا نقعها في ليمون وملح وجواها بصل، مقطعه عليها بصل. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره. اللي بتنقعها في ميه وملح دي كل واحده ورأيها، بس برضو بيبقى فيها ريحه زفاره. لكن لما تحط عليها ليمون وبصل وملح بس وتغطيها وتسيبيها بتاع نص ساعه مثلا، تلاقيها نزلت كل الزفاره اللي فيها وانت بتاكليها. حاجه كده ايه تصر النفس. طيب يا ولاد، عشان نعملوا الفريك عايزين بصل. لا انا مش طباخه، بس قلت اشارككم طبختي. الجانب التاني من دعاء عشان انتوا ما شفتوهاش وهي واقفه في المطبخ. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا دوب يا اختي. ادي معلقه السمنه، شويه ملح صغيرين. اهم حاجه في الموضوع ده الفلفل الاسود، هو ابو الفريك. الفريك بعد ما غسلته وصفيته يا ولاد انها دموع الفرح. وكده اكون خلصت تشويحه الفريك وحطيت له ورقتين روزماري. ومش بس احطه في الفريك ده، انا هدخل جوه الفروده فرع